أخطر حاجة ممكن تحصل لأي إنسان مش إنه يتظلم، لكن إنه يتظلم والناس كلها تصدق الظلم ده بدون ما تفكر. اللي حصل في الشيخ زايد مش مجرد خناقة ولا موقف عادي، ده جرس إنذار. الموضوع باختصار 3 بنات مسكوا شاب مرة واحدة، ضرب وشتايم وفضيحة قدام الناس كلها، والاتهام طبعا معروف وجاهز بيتحرش بينا. وفي ثانية الدنيا اتقلبت، ناس جريت تمسك فيه وناس صدقت وناس وقفت تتفرج، والشاب واقف بيقول والله ما عملت حاجة، والله ما قربت لهم. بس مين يسمع؟ في اللحظة دي كان الحكم صدر خلاص، لكن اللي حصل بعد كده هو الصدمة، حاجة ما كانش في حد متوقعها. ناس كانت واقفة بدأت تتكلم. لا، للأمانة هو ما جاش جنبهم ولا لمسهم، احنا شايفين الموضوع من أوله، وفجأة المشهد اتقلب 180 درجة. الناس اللي كانت ماسكة في الشاب بدأت تدافع عنه وتهدي الدنيا وتحاول تمشي البنات. بس بعد ايه؟ بعد إهانة وضرب وفضيحة. كل ده حصل في دقايق، وفي الآخر الكل مشي وانفض الموضوع. بس بعد كده حصلت المفاجأة التانية. بس قبل ما أقولها عايز أسأل سؤال: هو احنا كده في أمان؟ ولا ممكن في أي لحظة تتحول من بني آدم عادي لمتهم؟ خليني بقى أفكرك بحاجة خطيرة مرتبطة بموضوعنا النهاردة، واللي فعلا هتصدمك. من كام سنة كان في نفس السيناريو بيتكرر في أي مكان زحمة. ستات تعمل مشكلة مع شاب لوحده، الاتهام جاهز، تحرش، والدنيا تولع، وفجأة يظهر أبطال يفضوا الخناقة وينقذوا الشاب. بس الصدمة إن كلهم كانوا كده بربطة المعلم، عبارة عن تشكيل عصابي. أيوة والله كلهم عصابة واحدة، اللي اتهموا الشاب والناس الجدعان اللي سلكم وفضوا الخناقة وأنقذوا الشاب من التورط في قضية. الموضوع كله كان عبارة عن تمثيلية، والهدف كان محدد وهو السرقة. الشاب بيخرج من الخناقة مضروب ومش فاهم حاجة، لكن بيكتشف بعد ما يفوق إنه اتسرق فلوسه وموبايله وكل حاجة. والكارثة إن الناس اللي كانت واقفة كانت جزء من اللعبة بدون ما ياخدوا بالهم. طيب، ده كان بيحصل الأول لحد ما اللعبة انكشفت والناس بدأت تاخد بالها، فخلاص السيناريو أصبح مكشوف واختفى. لكن السؤال المرعب دلوقتي هو اللي حصل في الشيخ زايد كان صدفة، ولا احنا قدام نسخة جديدة من نفس اللعبة بس رجعت من جديد بعد ما الناس نسيت القديم؟ أنا مش بقول البنات كدابين ولا بقول الشاب ملاك، أنا بقول حاجة واحدة بس: بلاش نحكم قبل ما نفهم، بلاش نتحول لقطيع بيجري ورا أول صوت، بلاش نكسر حياة حد بكلمة. لأن الاتهام سهل، لكن إثبات البراءة ممكن يجي بعد فوات الأوان، وإذا جه مش هيعوضك عن اللي حصل لك. وفي الآخر افتكر دايما اللي بيحصل قدامك مش دايما هو الحقيقة. خليني أقول لك حاجة ممكن تضايقك: إنك ممكن تتدمر مش عشان غلط، لكن عشان حد قرر يقول إنك غلط. والأخطر إن الناس مش بتدور على الحقيقة، الناس بتدور على متهم، وأول ما تلاقيه تنهش فيه من غير دليل، من غير تفكير، من غير حتى ما تسمع منه. احنا بقينا في زمن الصوت العالي فيه أقوى من الحقيقة، والدموع فيه أسرع من الدليل، والاتهام فيه سلاح. تخيل معايا المشهد: 3 بيصرخوا، واحد بيدافع عن نفسه. مين هتصدق؟ عقلك ولا ودنك ولا خوفك من انك تبان مش جدع؟ المرعب بقى ان في ناس بتستغل النقطة دي، عارفين انك هتتحرك بعاطفتك، عارفين انك هتجري تنقذ، عارفين انك مش هتفكر، فيستخدموك. ايوه يستخدموك، تتحول من انسان طبيعي لأداة في ايد حد بيلعب بيك، تشارك في ظلم واحد وانت فاكر نفسك انك بتعمل الصح. والكارثة الاكبر انك ممكن في يوم تكون في مكانه، واقف وسط الناس، بتنضرب وبتتفضح وبتقول والله ما عملت حاجة، ومفيش حد يسمعك. عارف ليه؟
عشان نفس الناس اللي ظلمتك كانت قبل كده بتظلم غيرك. الدايرة بتلف والدور جاي على كل واحد فينا، فاسأل نفسك السؤال اللي بيخوف: لو حد شاور بالقصد أو بالخطأ وقال ده المتحرش، هتجري تمسك فيه ولا هتقف وتسأل؟ لو شفت دموع هتصدق ولا هتفهم؟ لو الكل بيهجم هتبقى معاهم ولا هيبقى عندك الشجاعة تقول استنوا؟ الحقيقة مش دايما واضحة، لكن الظلم دايما واضح، والمشكلة مش في اللي بيكذب، المشكلة في اللي بيصدق بسرعة. افتكر كويس، مش كل صريخ حقيقة، ومش كل دموع بريئة، ومش كل متهم مجرم. وآخر كلمة: لو ما استخدمتش عقلك هتبقى أداة في إيد أي حد عايز يولع الدنيا. خد نفس وفكر قبل ما تشارك في جريمة انت مش واخد بالك انك جزء منها. وفي النهاية احب اوضح ان زي ما في متحرشين، في ناس بتستغل تعاطف الناس وتستخدمه في الاجرام. وعشان كده في اي موقف خليك واعي ولو بشوية عقل، عشان لا تظلم حد ولا تظلم نفسك. مش عايز اطول عليكم، كان معاكم عبد السلام محمد من قناة شوية عقل. سلام مؤقت للحلقة الجاية.